المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: وزارة الإعلام تقيم أعمالها لعام 2025 وتناقش خطة عام 2026. مجلس إقليم شمال البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري 21. أنشطة دبلوماسية شعبية للإريتريين في الرياض وضواحيها. موسكو تعلن انتهاء التزامها بمعاهدة نيو ستارت النووية مع واشنطن. والمستشار الألماني يصل الرياض في بداية جولة خليجية. فرنسا تعتقل 4 مواطنين صينيين بتهمة التجسس. أهلا بكم مشاهدينا. أجرت وزارة الإعلام اليوم 5 فبراير بقاعة هاجر ميديا اجتماعا لتقييم نشاطها في عام 2025 ومناقشة خطة عمل عام 2026. وقدم وزير الإعلام السيد يمان قبر مسقال تقريرا مفصلا مصحوبا بالبيانات الإحصائية حول مجمل الأعمال التي قامت بها الوزارة في عام 2025، متطرقا إلى التحديات والثغرات التي واجهت العمل إلى جانب تقديم الخطة البرامجية لعام 2026. أكد الوزير يماني إنجاز 90% من الخطط والبرامج التي وضعت عام 2025 استكمالا للاجتماعات التقييمية التي أجرتها أقسام الوزارة في شهر يناير المنصرم، وهي قسم التلفزيون وقسم الإذاعة وقسم الهندسة وقسم الصحافة وقسم الإذاعات الخارجية ووكالة الأنباء وفرع تقنية المعلومات وفرع الإدارة والمالية، حيث ركزت النشاطات على التغطيات المحلية والأوضاع الإقليمية والدولية وأنشطة التواصل الاجتماعي وتغطية الاحتفالات الوطنية والدينية والمهرجانات بداخل البلاد وخارجه، وبرامج التصدي الشعبي وتحسين جودة البث وإعادة تقييم قدرات المهنيين ودقة البرامج بالإضافة إلى التوثيق الإلكتروني. وأشار إلى عدم إنجاز البرامج التدريبية بشكل كامل وعدم تقديم وتحليل المواد الإخبارية بشكل تام ونقص الكفاءات خاصة في أقسام اللغات الوطنية، بالإضافة إلى عدم تغطية نطاق الإذاعة جغرافيا لبعض المناطق داخل البلاد كونها من ضمن التحديات التي واجهت العام الماضي. وفيما يتعلق ببرامج عمل عام 2026 والتي تعتبر المرحلة الأولى من خطة الوزارة الاستراتيجية من عام 2026 وحتى عام 2030، أكد أن الوزارة ستعمل على تكثيف برامج البث من حيث الجودة والعدد وإجراء حملات إعلامية تنظم ضمن الخطة السنوية وتعزيز نشر البرامج على شبكات التواصل الاجتماعي وإجراء إعادة تشكيل البرامج المقدمة وتوزيع نطاق البث الإذاعي في مدن مندفرة ودقمحري وعالدقيح وصنعفيه، بالإضافة إلى تقديم برامج وثائقية وتاريخية لمواجهة الحملات التي تعمل على تشويه والمساس بالحقائق التاريخية المتعلقة بالمسيرة التاريخية والنضالية للشعب الإريتري في كافة وسائل الإعلام الوطنية. واقترح المشاركون العمل على تقوية شبكة تواصل المكتب المركزي للوزارة وفروع الأقاليم بشكل تام، إلى جانب توفير الوسائل والأدوات التي تسهم في إنجاز البرامج الإعلامية بكفاءة، وآراء أخرى ذات صلة بتطوير الخدمات الإعلامية المقدمة. عقد مجلس إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعه الدوري 21 يومي 3 و4 من الشهر الجاري تحت شعار أولوياتنا هي تنمية مجتمعنا. وأوضح رئيس المجلس السيد إبراهيم علي الشيخ في كلمته أن وعي المجتمع وقوات الدفاع الباسلة مكنا من تطوير العمل المنجز في البرامج التنموية، وأن المجلس ظل الجسر الرابط بين الحكومة والشعب للدفع بعجلة التنمية الوطنية، وأنه سيتم العمل الجاد بالتنسيق والتشاور مع المواطنين لبحث أوجه القصور التي تواجهها الخدمات الاجتماعية وأداء المؤسسات الحكومية العمل لإيجاد الحلول لها. وذكرت حاكم الإقليم السيدة أسمرت أبرهة بدورها المجلس بالعمل على توسيع المشاركة المجتمعية في البرامج التنموية بشكل عام وبرامج الحفاظ على المياه والتربة وصيانة الطرق ومشاريع المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى تطوير وصيانة المؤسسات الصحية والتعليمية بشكل خاص ضمن أولوياته الأساسية لهذا العام. وأصدر مجلس إقليم شمال البحر الأحمر في الختام قرارات وتوصيات بشأن مشاركة الإناث في الدراسة وتوعية المجتمع حول ممارسة العادات الضارة والعمل على صيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية وتعزيز مشاركة المجتمع والقضاء على التعدي على ملكية الأراضي والتي تبرز من حين إلى آخر. أكد الاجتماع التقييمي الذي عقده مكتب التعليم بمديرية نافاه أن برنامج تعليم الكبار شهد تقدما
كبيرا ضمن جهود القضاء على الأمية ضمن برامج تعليم الكبار وبرامج الريوت. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ جمع بخيت في التقرير الذي قدمه أنه تم إنجاز برامج تعليمية ناجحة للكبار في 57 نقطة، وأن الطلاب وصلوا إلى مراحل متقدمة من التعليم بفضل البرامج التي نفذت. وحث مدير مديرية نافذ السيد يعقوب إدريس الجهات المعنية لإجراء مسوحات لتحديد نسبة الأمية وإلحاقهم ببرامج التعليم الخاصة بمحو الأمية حسب فئتهم العمرية، كون أن الهدف الأساسي من التقييم هو تحديد التحديات التي تواجه العمل وبحث سبل تخطيها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة بشكل متكامل. في غضون ذلك أفاد الاجتماع المماثل الذي عقد في 2 فبراير الجاري بمديرية قندع أن برنامج تعليم الكبار أتاح الفرص للمواطنين الذين لم يحصلوا على التعليم النظامي في عمرهم المحدد. وأوضح مسؤول فرع التعليم بالمديرية الأستاذ سليمان محمود أن الفرع يعمل على بحث وإجراء مسوحات للتعرف على المواطنين الذين يمكن دمجهم ضمن برامج تعليم الكبار في الأعوام ال5 المقبلة في كافة إدارات الضواحي. وذكر مسؤول وحدة متابعة برامج تعليم الكبار في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ محمد عثمان الجهات المعنية بالتضافر من أجل تحقيق نتائج أفضل، مشيرا إلى أن الأعمال التي أنجزت ضمن البرنامج لا يستهان بها. عقد المقيمون الإريتريون في الرياض وضواحيها بالمملكة العربية السعودية وشتوتغارت وفوبرتال بألمانيا والدوحة بقطر وروتردام بهولندا اجتماعات بهدف الدفع بمساهماتهم في البرامج الوطنية. وفي هذا الصدد عقدت القائمة بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة وين جرزكير ومستشار السفارة السيد ولد سلاسة قبرمدهن سمينارا في 3 من الشهر الجاري لأفراد الجالية حول الوضع الراهن في البلاد على ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية. وكذا في السمينار بأن سر الوحدة بين أفراد الشعب الإريتري ونضاله القوي يكمن في قيمه المجتمعية والوطنية الراسخة، مما يتوجب العمل على تعزيز ذلك والدفع به، وخاصة في المرحلة الراهنة، وتعزيز تنظيمهم والعمل بيد واحدة لتنفيذ البرامج الوطنية المخطط لها. من جانبهم جدد المشاركون التزامهم بالمساهمة بكل ما يتطلبه الوطن. في غضون ذلك أوضح القنصل العام لإريتريا في فرانكفورت الألمانية كبراب تخستي ورئيس قسم الشؤون العامة والمجتمعية طعام هيلي التطورات الإقليمية وأهمية تعزيز المؤسسات والخدمات القنصلية، وذلك خلال ندوة عامة عقدت في شتوتغارت في ألمانيا في يناير المنصرم. وكذا خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية أن تقوية التنظيم ونشر الوعي يعدان مهمة ملحة لتنفيذ البرامج الوطنية في ظل الوضع الراهن. وفي ذات اليوم عقدت محاضرة صحية في فوبرتال نظمتها الجمعية الإريترية للمهنيين الصحيين في ألمانيا. وفي الدوحة قطر أكد سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم لأفراد الجالية الإريترية في 1 من فبراير الجاري أهمية التكاتف كمواطنين لمناقشة القضايا الوطنية. وناقش اللقاء البرامج المنفذة والتحديات التي وجهت والخطط المستقبلية. في غضون ذلك عقد الاتحاد الوطني للمرأة فرع أوروبا دورة تدريبية لأعضاء الفرع في روتردام الهولندية. ركزت الدورة التي قدمتها رئيسة الفرع السيدة نجست تقاهي ورئيسة قسم الإعلام والتوجيه السيدة خديجة أحمد ركزت على النظام الأساسي للاتحاد وأهمية رفع مستوى وعي العضوات وحل النزاعات وأهمية تعزيز الوعي والتنظيم. وأمن سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البنليكس نغاسي كاسا بأهمية الدورة التدريبية، مؤكدا على أهمية ضمان استمراريتها في المستقبل. مشاهدينا بالختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. وزارة الإعلام تقيم أعمالها لعام 2025 وتناقش خطة عمل عام 2026. مجلس إقليم شمال البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري 21. أنشطة دبلوماسية شعبية للإريتريين في الرياض وضواحيها. موسكو تعلن انتهاء التزامها بمعاهدة نيو ستارت النووية مع واشنطن. المستشار الألماني يصل الرياض في بداية جولة خليجية. وفرنسا تعتقل 4 مواطنين صينيين بتهمة التجسس. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.